يا هلو، صباح الفل عليكم. بص كده، النهارده هعمل لكم ريفيو عن كريم النايت كريم من ارجنتو او كريم الليل من ارجنتو. ناس بتقول عليه ارجنتو، هو اسمه ارجنتو. تمام. فالمهم ما علينا بغض النظر عن اسمه يعني. طيب، النايت كريم من اسمه كده هو كريم ليلي بيتحط بالليل بس. انا عايزه اقول لكم ان يعني مش عارفه هم قروا افكاري ولا لا، بس اخيرا غيروا الباكجينج بتاعه. يعني انا ما كنتش عاجبني الباكجينج خالص، الابيض في البتاع في الاحمر ده ما كانش عاجبني، وحاساه كده يعني شكله مش حلو. فغيروه خلوه شكله الطف بكتير. انا عاجبني الجولد مع الروز ده، فشكله كده على التسريحه حلو. المهم خلينا ندخل في الموضوع. طيب، بالنسبه لكريم ارجنتو، ايه اللي بيخليه او يعني ده تقريبا تاني مره اجيبه. طب ايه اللي بيخليني اجيبه؟ بصوا بقى. كريم ارجنتو هو من مبدئيا كده هو المواد الفعاله فيه اكتر مواد فعاله اللي بتبقى مكتوبه قدامه هو الكولاجين والهيالورونيك اسيد. فمن كلامه ان هو بيحارب الحاجات علامات التقدم اللي هو الكولاجين، والهيالورونيك اسيد ان هو بيرطب البشره. حجمه بيجي عبارة عن 60 جرام. تمام، زي ما احنا شايفين كده. مكتوب ان هو بيفرم، بيشد البشرة، بيرطب البشرة، معرفش نورشنج ترطيب برضو يعني، وبيجدد خلايا البشرة. طيب، ايه بقى الانجريدينتس اللي فيه اللي انا بحبها ككريم ليلي حلو قوي؟ بصوا بقى، ارجنتو من الحاجات اللي هم قدروا يحطوا فيه مواد فعالة قيمة، يعني مواد فعالة حلوة. يعني عندكم مثلا الكولاجين والكافيين. والكافيين لما بيحطوه في كريم اعرفي ان هو يعني هيديكي حاجة مختلفة عن اللي انت متعودة عليها. الكافيين بيجري الدورة الدموية في الوش، وبيخلي الوش كده. عارفين اصلا هما بيستخدموه عشان يشيل السيلولايت والحاجات دي. تمام، لانه بيجري الدورة الدموية، وبيخلي ان التعريجات بتاعة الجلد دي تختفي مع استخدام الكافيين في اي مستحضر تجميل. في كمان ايه؟ في مستخلص الشاي الاخضر او التي تري اويل. والتي تري اويل ده هو اصلا مضاد للالتهاب. فهو بيقلل، يعني الناس بتستخدمه اكتر للحبوب، فهو من الحاجات اللي هي منقية للبشرة، فبتخلي ان مفيش حبوب تظهر لك. تمام. في كمان زيت جنين القمح وزيت اللوز، وده بيستخدمه علشان بص، هو كل اللي انا بقوله ده الحاجات فيه موجوده هنا ورا اهي. تمام. ما بجيبش كلام من عندي، يعني هو ده اللي كاتبينه. اوكي، فجنين القمح وزيت اللوز بيغلوا البشره، ومستخلص الكاموميل بيخلوا البشره رطبه، بيرطبوا البشره. في بقى مستخلص العرقسوس او اللاكروش اكستراكت، وفي كمان جلايكوليك اسيد. ودول حلوين في ان هم وفي الاخر ريتينايل بالميتات حاجه كده. المهم تقريبا ده من مشتقات الريتينول على حسب ما فهمت يعني. ودول بيعملوا على تقشير خفيف للبشره، ده مش مقشر، تقشير خفيف لخلايا البشره والطبقه السطحيه من جلد البشره. ودي حاجه كويسه. تمام. في ايه تاني؟ في جليسرين، في بانسينول، وفي الرويال جيلي او اللي هو مستخلص اللي هو اسمه ملكات النحل، ده العسل يعني ترطيب. طيب، ليه انا بفضله؟ انا بفضله مع دخلة الشتاء. بصوا استنوا كده، خليكم معايا. اللي متابعني او يعني بيشوف لايفز ليا هيعرف ان انا كنت بستخدم كليو فتره وبرشحه. مرطب حلو جدا ومائي جدا على البشره. بصوا بقى، انا شايفين مجرد ما احطه خلاص البشره بتمتصه، وما فيش خفيف قوي 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 على بشرتي. فانا كنت بحب كليو. مع دخلة بقى الشتاء، ده قرب يخلص خلاص. مع دخلة الشتاء رجعت تاني اجيب ارجنتو. يعني ده على ما يخلص كده هنبقى داخله في الشتاء بقى، واسبوعين 3 كده انا بقى اجيب ارجنتو. طب ليه الكلام ده؟ بصوا بقى، انتوا لو عايزين بشرتكم جفاف شديد وعايزين كريم ترطيب عالي وعميق، ده هيبقى حلو قوي ليكم بالليل. انتوا بتحطوه بتناموا. وبعدين انا بحب الحاجات اللي بحطها وانام، يعني عارفين مفيش بقى الفيس روتين ونحط بقى دي كريم وظهر كريم ونايت كريم. لا، ده حلو قوي، بيقشر تقشير خفيف، بيقعد كولاجين في البشره، كافيين بالليل وانتي نايمه، فالبشره بتقدر تستفاد منه. عيبه ايه؟ عيبه كالاتي، او ايه اللي انا ما بحبوش فيه، بس يعني مش مضايقني.
ايه بقى ان انا لو اخدت منه، بصوا انا باخد منه قد ايه، شايفين حاجه بسيطه على قد الوش. هو ريحته كريم عاديه خالص، ما فيهاش اي ريحه، يعني الناس اللي بتتضايق من الروايح مش بصوا بقى شايفين ده ماسك، عيبه انه تقيل قوي على البشره. يعني عارفين السان سكرين اللي بتحطوه يجير كده في الوش، هو عيبه انه كده ان تقيل قوي على البشره. يعني كل ده الحته دي بصوا، ويمتص بصعوبه. يعني التاني كليو ده خلاص خلص تمام، عيبه انه بيمتص بصعوبه. هل ده بسبب المكونات الكتيره اللي فيه؟ معرفش. هل ده ممكن يعالجوه بعد كده؟ يا ريت لو عرفوا يعالجوه ويحافظوا على المكونات اللي فيه يا ريت. يعني بتاخدوا وقت على ما بشرتكم ترجع تاني مش دهنيه. الناس اللي بتحب التلزيق كده او اللي ما بتحبش التلزيق مش هيعجبها تمام. يعني بياخد كده دقيقتين 3 كده، او يعني 5 دقايق كده، لغايه ما تحسوا ان البشره امتصته خالص خالص وايه وتقيل على البشره. فهو هيفي كريم يعني، فهو بيرطب حلو جدا. انا باخد منه حاجات حلوه قوي قوي يعني اللي بحبه وكررته. يعني انا مع دخله الشتاء بفضله، في الصيف عشان ما بحبش التلزيق بجيب حاجات خفيفه زي كليو كده زي ما وريتها لكم تمام. فبفضله بالليل، بس عيبه زي ما قلت لكم انه هو تقيل على البشره وقوامه يعني ثك قوي على البشره، فما بيمتصش بسرعه. فالناس اللي ما بتحبش التلزيق مش هتحبه. لكن لو انت بالنسبه لك العيب ده ممكن تعديه، زي ما انا بالنسبه لي عادي ممكن اعديه عادي، يعني بعمله كده بايدي كتير لغايه ما يمتص. لان انا بصراحه المكونات اللي فيه عجباني جدا جدا جدا، وعلى سعره بصراحه بتبقى حلوه تمام، وعلى سعره بتبقى حلوه. فانا بالنسبه لي اختياره يعني لطيف بالنسبه لي. فالخلاصه كده انت محتاجه بشرتك جافه هينفعك. دخلت شتاء او حاجه ما بتحبيش تحطي حاجات كتير وبشرتك بتنشف كتير في الشتاء هينفعك. من الحاجات اللي لو اخدتيها كروتين لا هتفيدك قوي. لكن لو انت ما بتحبيش التلزيق فشوفي حاجات تانية قوامها اخف منه. ده كان ريفيو النهارده. لو في اي اسئله اسالوني عليها عن ارجنتو. هكلمكم برضو عن الاي كريم بتاعه في فيديو تاني، واشوفكم فيديو تاني وريفيو جديد. باي باي.